السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شبابنا وطلابنا الغاليين طلاب تانية ثانوي عاملين ايه يا رب تكونوا بخير. ميعادنا النهارده ان شاء الله يا ابطال مع الفيديو الخاص بكلمات البارت الثاني من 9 الوحدة التاسعة، عشان نبقى خلصنا كل ما يخص الوحدة من بارت 1 كلمات وبارت 2 فوكاب كلمات، وعندي الجزء الخاص بالجرامر شرح وعملنا فيديوهات تانية للحل. يلا بينا نشوف آخر جزء عندي في الوحدة بتاعتنا يا أبطال، بيتكلم على الجزء الخاص بكلمات. بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول سؤال عندي يا شباب بيتكلم على، بيقول هنا good movies الأفلام الجيدة can not the audience and make them relax. طبعا الجملة بتقول إن الأفلام الجيدة يمكنها نقط الجمهور وجعلهم relax يستريحون. طبعا أنا عندي هنا كلمة annoy يعني يزعج، و entertain يعني يستمتع أو يسلي، و disturb يعني يقلق أو يزعج، و tire هنا بمعنى يتعب جاي من كلمة متعب. يبقى disturb هنا بمعنى إيه يا جماعة؟ يقلق حد أو يزعج حد. تمام كده؟ طبعا الإجابة الصح بتاعتي هنا يا شباب طالما الفيلم جيد، تمام، فالسياق بتاع الجملة كده كله إيجابي بسبب وجود كلمة إيه؟ وجود كلمة جود. فبالتالي إن لو بصيت على الكلمات الباقية كلمة annoy ديت صفة سلبية، دي صفة سلبية، دي صفة سلبية، إذا الإجابة الصح بتاعتي هتبقى يا شباب entertain. تمام؟ نبص على question number 2. Jury should not to hear teacher by listening carefully. جوري، تمام، أظهرت إيه للمعلم بتاعها، تمام، من خلال الاستماع اللي هو بعناية. يبقى الليتر A show respect يعني أظهرت الاحترام. طبعا خدنا قبل كده كلمة respect يعني إيه يا شباب؟ ها؟ يعني احترام. هنكثف لكم الخط شوية. respect يعني إيه؟ احترام. وخدنا كلمة debate بمعنى مناظرة أو مناقشة. أنا عايزك النهاردة حتى زي ما احنا متعودين، حتى لو أنت ما أنتش مذاكر الكلمات كويس، هنفسرها لك كلها إن شاء الله، هتخرج منها حافظ الكلمات. quality بمعنى المساواة. evidence بمعنى إيه يا شباب؟ بمعنى الدليل. إذا الإجابة الصح بتاعتي إن هي تظهر إيه؟ هتظهر الريسبكت الاحترام. نمبر 3 بيقول عمر not the elderly because they are wise. عمر not الكبار السن لأنهم ناس wise يعني إيه؟ حكماء. يلا نبص على الاختيار بتاعي هنا ونشوف الجملة أو الاختيار اللي مدوني إيه. أول حاجة عمر respects، يعني هنا طبعا جايب معنى عمر بيحترم، ولا cancels يعني بيلغي، طبعا عارفين كلمة cancel، تمام، ولا inspires بمعنى يلهم، ولا bans بمعنى يمنع أو يحذر. طبعا الإجابة الصح هنا إن الواد عمر ده إيه يا جماعة؟ بيرسبكت بيحترم، تمام، هو ده المعنى المنطقي للتعامل مع الناس الحكماء أو الإيه أو كبار السن. نمبر 4 بتقول ream truly not the beautiful moral in the your team. يعني ريم بالفعل نقط باللوحة الجدارية الموجودة في الإيه in your team في الفريق بتاعك. طبعا احنا خدنا كلمة رولر قبل كده بمعنى إيه؟ لوحة جدارية. تمام، جميل كده. طيب هي truly cancels ولا admires ولا inspires ولا bans؟ طبعا cancels قلناها من شويه يعني يلغي، تمام. وعندك هنا كلمه admires يعني يعجب، انا هترجم لك كل الكلمات عشان تراجع معايا. وعندك كلمه aspire بمعنى يطمح او تطمح لو هي مؤنث، تمام. وعندي بعد كده كلمه bans بمعنى يمنع، تمام. فاذا الاجابه الصح بتاعتي يا شباب ان هي طبعا هنا ايه؟ كلمه moral موجوده عندي هنا وجاي معاها كلمه beautiful جميل. فطبعا الفعل المناسب لينا هنا يا جماعه اللي هو الايه؟ الاعجاب. اذا الاجابه الصح هتبقى admires. نبص على question number 5. The lesson raised not about recycling in the community. The lesson الدرس رفع ايه بخصوص recycling اعاده التدوير، ماشي، في الكوميونتي في المجتمع. يبقى raised ignorance زود الاجنورنس الجهل، ولا الفريدم الحريه، ولا البيجن، ولا الممتلكات. يلا نكتب واحده واحده كده. الاجنورنس يعني يا جماعه الجهل، الفريدم يعني الحريه، البيجن البوسيشنز يعني الممتلكات، تمام، ولا الاويرنس يعني ايه يا جماعه؟ يعني الوعي. طبعا هو هنا الجمله الصح، الاجابه الصح بتاعتنا هنا ان هي زودت الايه؟ اسمها raise awareness يعني يزيد ايه؟ يزيد الوعي. تمام. نبص على question number 6 بيقول when I saw your success لما انا شفت النجاح بتاعك، تمام كده. when I saw your success it not me to practice every day. طبعا هو هنا it admired me أعجبني، ولا respected، ولا promoted، ولا banned؟ طبعا الإجابة الصح لأن أنا لما أنا أشوف نجاح حد معين فبالتالي ده بيعمل بروموت، بيعزز أو بيزيد، تمام. إنما الريسبكت يعني احترم، إجابة غلط. فالإجابة هنا it promoted me، تمام، to practice every day يعني شجعني إن أنا إيه؟ إن أنا أشتغل وأحل وأزود وأتمرن كل يوم. نخش على الامبورتنت فوكاب اللي موجوده عندي في البارت الثاني. عندك اول كلمه كلمه نو، جاي لك هنا بيقول لك نو از ا نوت فيرب. نو هنا يكون فعل نقط، تمام. so we don't use it in continuous form. طبعا هنا بيطبق معايا القاعده بتاعتنا، بيقول لك فعل نو هنا
من ضمن الافعال الايه، طبعا هي من ضمن الافعال التقريريه اللي احنا قلنا عليها اسمها state verb. طبعا aspiring يعني طموح، constant يعني ثابت، يعني ايه يعني ثابت، وكلمه memorable يعني حاجه لا تنسى. وعندك كلمه stative هنا طبعا من ضمن الافعال التقريريه اللي خدناها في الجرامر، فطبعا هي دي الاجابه الصح. نمبر 8. after checking all the facts، بعد فحص كل ايه يا جماعه، كل الحقائق، اي نقط the project was a success، اي نقط ان المشروع ده كان ناجح، اي respected احترمت، ولا concluded يعني استنتجت، اي هنا استنتجت، ولا cancelled الغت، ولا admired عجبت. طبعا لا، هي اي يا جماعه concluded يعني طلعت باستنتاج معين اللي هو كذا. Number 9. He not his teacher's help by saying thank you. هو نقط مساعدة المدرس بتاعه عن طريق ان هو قال له شكرا. طبعا هو هنا عمل ايه؟ appreciated هنا بمعنى يقدر او قدره، فعل في زمن ايه؟ الماضي. وconcluded يعني استنتج، وcancelled وضابط الأخيرة بمعنى شكك في حاجة معينة. طبعا الإجابة الصح إن هو طالما بتكلم هنا يا جماعة على كلمة thank you والشكر، فدي تبقى تعتبر تقدير، فالتقدير يعني appreciate. Number 10. You should respect، أنت يجب أن تحترم the not of others to choose his own path، إن كل واحد لازم يختار إيه يا جماعة؟ يختار طريقه ويختار اللي هو عايزه. فطبعا الإجابة الصح بتاعتي هنا you should respect the awareness، ولا freedom، ولا positions، ولا development. طبعا الإجابة الصح يا شباب كل واحد يحترم حرية الآخرين، إن هم يختار، كل واحد يختار الطريق اللي يمشي فيه براحته. 11. Because of the storm، بسبب العاصفة. I know the trip to Alexandria. أنا appreciated قدرت، ولا استنتجت، ولا cancelled، ولا ده شككت. طبعا الإجابة الصح أنا لغيت الرحلة بتاعتي لإسكندرية. تمام. Number 12. Everyone deserve not، كل واحد يستحق not no matter where they come from or where who they are. كل واحد يستحق الإيه، ما يهمنيش هو جاي منين، ولا هو أصله إيه، ولا هو مين. وكل واحد يستحق الاحترام، ولا المناظرة والمناقشة، ولا الإيكواليتي المساواة، ولا الإيفيدنس الدليل. طبعا كل واحد يستحق الإيه يا جماعة؟ يستحق الاحترام والتقدير، ناهينا عن الإيه، الديانة أو العرق أو الجنسية أو البلد اللي هو في جاي منه. 13. We need a space plan to build our new house. احنا محتاجين خطة نقط، تمام كده، علشان نبني المنزل الجديد بتاعنا. build our new house. محتاجين a concluding plan، ولا consistent، تمام، ولا memorable. تمام كده. memorable يعني ايه يا شباب؟ خدناها قبل كده. memorable يعني حاجة ايه؟ حاجة نقدر نتذكرها، صح ولا غلط؟ طيب memorable جاي منها كلمة memorize يعني يذكر، صح؟ طيب نبص ونكمل على آخر كلمة. كلمة إيه يا شباب؟ كلمة ستيتيف. طبعا احنا خدنا كلمة ستيتيف خالص هنا في الأول، اللي هي عكس كلمة دايناميك. دايناميك يعني حاجة إيه؟ دي حركية، زي كلمة إيه؟ أكشن فيرب، صح؟ وطبعا الجملة معناها إن احنا محتاجين خطة ثابتة ومتسقة علشان نقدر نستمر في بناء البيت الجديد بتاعنا. تمام؟ فبالتالي الإجابة الصح بتاعتها هتبقى إيه يا شباب؟ ممتازين. consistent بمعنى حاجة ثابتة. تمام؟ بمعنى إيه؟ بمعنى ثابت. نبص على question number 15. السؤال بتاعي بيقول نورا نقط. لا احنا كنا فوق، انا اسف، احنا علمنا على الايه، على تحتها بالخطأ لان الاختيارات شبه بعضها. تمام. نبص الاجابه الصح هتبقى هنا consistent، وطبعا هكتب لك برضو معناها بمعنى ايه، ثابت. نبص على question number 14. الجمله بتاعتي هنا بتقول Lean is space she wants to become a doctor one day. Lean تكون نقط، هي تريد ان تكون دكتوره في يوم ما. طيب الجملة بتاعتي هنا يا شباب بتتكلم على إيه؟ نورا lean is aspiring، ولا consistent، ولا memorable، ولا stative. طبعا لو جيت بصيت للجملة ببساطة كده هتقول لي إن نورا تكون إنسانة طموحة. إحنا خدنا هنا كلمة aspiring يعني طموح، تمام، ودي بمعنى ثابت، تمام، ودي بمعنى memorable يعني قابل للتذكر، وstative طبعا قلنا اللي هي عكس كلمة إيه يا شباب؟ عكس كلمة dynamic حركي. يبقى معنى كده ان هي انسانه طموحه، فطموح هنا يا شباب خدناها قبل كده بمعنى ايه؟ بمعنى aspiring letter A. لو بصينا لكويشن نمبر 15، السؤال ال 15 بيقول نورا نقط the warning and made a mistake. نورا هنا نقط التحذير، وطبعا وقعت في الخطأ، ارتكبت خطأ. يبقى نورا ignored، خدنا ignored قبل كده بمعنى تجاهلها، تمام، ولا entertained يعني متعت، ولا conveyed، خدنا اصلا كلمه conveyed بمعنى ينقل او نقلت او بلغت، تمام، زي مثلا رساله او غيره. وكلمة mattered بمعنى فرق في الإيه، آه، فرقت أو حاجة لها أهمية. المهم معنى الجملة إن هي نور البنت دي تجاهلت حاجة معينة اللي هو التحذير،
وعلشان كده هي وقعت في الايه؟ وقعت في الخطأ. نبص على question number 16. السؤال بتاعي بيقول الجملة بتاعتي I gave a short note to welcome the guests. أنا أعطيت a short إيه؟ علشان أرحب بالإيه يا جماعة؟ عشان أرحب بالضيوف. أولا لو جيت بصيت للجملة بتاعتي هنا، أنا أعطيت read. طبعا إحنا خدناها قبل كده بمعنى إيه؟ إيقاع. تمام. واللي جاي بعدها كلمة speech، وبعد كده كلمة policy، وبعد كده كلمة إيه يا شباب؟ measurements. طبعا المعاني بتاعتها سهلة ومعروفة، ويلا بينا نقدر نترجم كل جزئية وكل كلمة لوحدها. اول حاجه عندي هنا يا شباب، انا اعطيت. انت هتعطي ايه؟ هتعطي ايقاع موسيقي. تمام كده. ولا هتعطي خطاب وكلمه؟ طبعا دي بمعنى ايقاع موسيقى اهي. ولا كلمه او حديث؟ ولا بوليسي بمعنى سياسه؟ ولا ميجرمنت بمعنى القياس؟ اعرف واحفظ الكلمات بتاعتك معايا. طبعا هتعطي ايه يا جماعه؟ هتعطي سبيتش. تمام. طيب، لان طبعا ويلكم ذا جيسز ده يعني ترحيب اجتماعي باي حد، فطبعا انت عشان ترحب بالناس الإجابة الصحيحة هنا اللي تنفع معاها كلمة speech. نمبر 17. The drummer. تمام. اللي هو عازف الطبلة kept a fast note during the show. kept يعني استمر أو حافظ على إيه؟ fast سريع أثناء الإيه؟ أثناء العرض. طبعا يبقى حافظ على إيه يا جماعة؟ لسه قايلينها فوق، حافظ على الإيقاع. تمام، اللي هي letter A. فطبيعي الإجابة الصح هتبقى letter A. letter A. تمام. نبص على question number 18. This movie not a strong message about kindness. الفيلم ده بينقل رسالة جميلة جدا أو قوية عن الإيه؟ عن الكايندنس، عن اللطف. ignores يتجاهل، ولا entertains، ولا conveys، ولا matters. طبعا أنا لسه قايل لك إن كلمة ينقل يعني إيه يا جماعة؟ يعني conveys. number 19. السؤال بيقول our team played a not match against the team. against your team. الفريق بتاعنا لعب ماتش ايه ضد الفريق بتاعك. طبعا انا بقول لك هنا الماتش هنا يا ترى ماتش aspired يعني طموح، ولا consistent بمعنى متسق او ثابت، ولا memorable يعني لا ينسى او جدير بالذكر. كلمة memorable لا ينسى او ايه يا جماعة؟ ماتش جميل جدا جدير بالذكر، يعني عمرنا ما ايه؟ عمرنا ما هننساه. وستيتد طبعا خدناها قبل كده بمعنى ايه؟ تقرير. تمام. طيب، نبص على الجملة اللي بعدها. The judge asked for not to prove that the story was true. القاضي تمام كده طلب ايه علشان بروف يعني يثبت ان القصه او الواقعه دي يا جماعه كانت حقيقيه. يبقى هي asked for respect، ولا policy، ولا equality، ولا evidence. طبعا احنا اتفقنا ان في المحكمه هنطلب، القاضي هيطلب ايه؟ هيطلب دلائل وادله وبراهين عشان يقدر يثبت صحه الادعاءات اللي موجوده قدامه. هي كلمه دليل يعني ايه؟ يعني evidence. Question number 21. The note of such an expensive car proves that he is rich. The note of such يعني هنا عايز اقول لك ان امتلاكه لمثل تلك العربيه او السياره الغاليه يثبت ان هو بروفز هنا بمعنى يثبت ان هو انسان ايه؟ ان هو انسان ايه يا جماعه؟ ان هو انسان غني. تمام. يبقى زي بوزيشن، ولا فريدم، ولا ريفوليوشن. خدنا كلمه ريفوليوشن بمعنى ثوره. تمام. نركز كده مع بعض على معاني الكلمات. واويرنس خدناها قبل كده اللي هو بمعنى ايه؟ بمعنى الوعي. طبعا الاجابه الصح بتاعتها هتبقى ايه؟ بوزيشن اللي هو الايه؟ الامتلاك او الحيازه. امتلاك او حيازه الايه؟ الشيء ده امتلاك. خلاص. The nurse not the baby regularly to check his growth. يبقى الممرضة بتعمل ايه في الطفل بانتظام عشان تتأكد من الايه؟ من his growth، من النمو بتاعه. يبقى اكيد ان هي بتوزنه. بيزن هنا يعني ايه؟ يعني weighs letter B. خلاص. معايا. نكمل letter number 23. Schools apply a new law against using phones in class. طبعا هنا بيقول لك ان المدارس بتطبق ايه جديد ضد استخدام الهواتف فين؟ في الفصول. يبقى هي المدارس بتطبق ايه يا جماعه؟ بتطبق سياسه جديده. فكلمه سياسه جديده يعني ايه يا مستر احمد؟ يعني a new policy بمعنى سياسات او شروط او قواعد جديده. سياسه. شوف question number 24. schools not المدارس not phones during exams. المدارس نقط التليفونات اثناء الايه؟ الامتحانات. to stop cheating عشان تمنع وتوقف الايه يا جماعه؟ الغش. يبقى هنا المدارس بتعمل ايه يا مستر احمد؟ ها، يلا بينا مع بعض كده. مدارس admire بتعجب. تمام. ولا inspire، ولا respect، ولا ban بتمنع. طبعا لو بصيت لمعنى الجمله بتاعتي تمام كده هتلاقي ان الجمله بتاعتي هنا معناها ان المدارس بتمنع شيء معين. فيمنع هنا يعني ايه يا مستر احمد؟ يعني كلمه ban. كلمه ايه؟ كلمه ban letter. letter B. نبص على الجزء المتبقي عندي انه question number 25. الجملة بتقول the local council تمام the local council has not the recycling by putting bin in streets.
طيب اولا ريسايكلينج عمليه تدوير. وهو هنا بيتكلم مع حضرتك بيقول لك المجتمع المحلي has نقط ريسايكلينج عمليه التدوير ان هو وضع سلات قمامه في الشارع. بمعنى كده ان هو بيعزز او بيزيد، صح ولا غلط؟ طيب يا ترى هي الاجابه الصح ممكن تبقى ايه يا مستر احمد؟ الاجابه الصح بتاعتي هتبقى جمله بتاعتي كلمتها. حد عارف؟ انا عايزك تحل انت قبل ما انا احل، مش عايز أنا اسبقك. ها، مين عارف الإجابة؟ إجابة سهلة جدا لسه قايلينها فوق على فكرة. طبعا هو بيشجع، فشجع هنا يعني بروموتد يا جماعة. ركز معايا بالله عليك. شجع أو روج أو دعم حاجة، الفريق جاي بمعنى إيه؟ بروموت يعني يعزز أو يزيد أو يروج للشيء علشان يصبح أكثر شهرة. نكمل الجملة اللي بعدها question number 26. السؤال اللي بعده بيقول the test included not of temperature. التست الامتحان يشمل not درجة الحرارة. يشمل read ولا speech ولا policy ولا measurement. طبعا الامتحان أو الاختبار كان يتضمن قياس درجات الحرارة، فاحنا خدنا من شوية قلنا إن كلمة قياس، الكلمات اللي موجودة دي كلها احنا قلناها من شوية خلاص وحفظنا معانيها. قياس يعني إيه يا أبطال؟ يعني measurement. number 27 السؤال 27 the singer tried to not the audience with a funny song. السينجر المغني حاول ان هو نقط الاودينس الجمهور باغانيه الايه المضحكه. يبقى حاول ان هو يعمل ايه طالما هو بيقول لك بص بالفاني سونج. فاني يبقى ديت على طول يقول لك ان ايه انسب سياق ليها حاجه حلوه. اجنور يتجاهل اجابه غلط. هي المفترض انترتين يعني يمتع او يسلي. هي الاجابه الايه؟ هي الاجابه الصحيحه. Your story sounds impossible. القصة اللي بتحكيها دي تبدو مستحيلة. I not it. أنا عمري ما هصدقها. فمعنى كده إن I إيه يا شباب؟ I appreciate it. I conclude. I promote. I top it. طبعا الإجابة الصح إن الحاجة دي عندك هنا هي مستحيل impossible. معنى كده إنك شاكك فيها. فالإجابة الصح letter إيه؟ letter D. 29 your opinion رأيك doesn't not so please speak clearly. رأيك doesn't لا نقط لذلك اتكلم بوضوح. يبقى هنا معنى الجملة إن رأيك لا يهمني، صح؟ أو مش فارق. من فضلك اتكلم بشكل أكتر وضوح. يبقى doesn't your opinion does not. does هي جملة هنا مثبتة على فكرة مش منفية. does not هنا جاية بتيجي تستخدم عشان التأكيد. تمام؟ للتأكيد. خلاص؟ يعني رأيك يهمني. يهم هنا يعني إيه يا جماعة؟ خدناها من شوية وقلنا لك كتير. يعني matter يعني إيه؟ يهم أو يشكل فارق في حياة حد أو في موضوع معين. الجملة الأخيرة زينب doesn't not a phone so she borrows her sisters. سهى أو زينب لا تمتلك. تمام كده؟ هي لا تمتلك هنا يعني إيه؟ يعني possess. يمتلك إيه؟ تليفون. خلاص؟ كده إحنا خلصنا أول 30 جملة بالنسبة لنا. الإيه؟ الكلمات أو الجملة الأساسية اللي إحنا قلناها. المين فوكاب والكي فوكاب. يلا نخش بعد كده يا جماعة على الإيه؟ الفوكابيولار ستادي. الكلمات الإيه؟ الأساسية اللي عندي هنا. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول جملة عندي أبطال بتتكلم على to not means to appreciate ها or look. طبعا هو انا بيتكلم على definitions تعريفات. تمام. or look at something with approval باستحسان. لو انت جيت بصيت على معنى الجمله بتاعتي هنا ابطال to نقط. خلي بالك معايا. معناها انك appreciate تعجب بالحاجه. تمام. او انك تبقى ايه؟ ها تبص لها بايه يا شباب؟ بابروفال. اكتب على كلمه ابروفال هنا يعني استحسان الشيء. يعني ايه؟ يستحسن الشيء يعني انت حابب الشيء. استحسان. تمام. يبقى انت لو انت مستحسن الشيء وحابب الشيء ده، معنى الكلام ده انك ايه؟ انك inspire ولا انك despise ولا انك admire ولا انك fan. طبعا صلوا بينا على النبي. معنى انك مستحسن شيء انك حابب الشيء ده. انك ادماير الشيء ده. ادماير يعني ايه؟ يغرم يغرم او يحب الايه؟ الشيء ده. تمام. طيب نكمل كده مع بعضنا ونشوف نمبر 2 بتقول تو نقط means to encourage. معناها انك تشجع او انك تسبورت. انك تسبورت something. تشجع وتدعم حاجه معينه. يا ترى هي to cancel ولا ضابط يشك ولا promote ولا ignore؟ طيب بص يا حبيب قلبي. طبعا الاجابه الصح بتاعتي هنا هتبقى ايه؟ تو بروموت يعني يعزز او يزيد. تاني كده شويه يا شباب. بروموت يعني ايه؟ يعزز اللي انا قلت لك عليها قبل كده بتساوي كلمه انهانس. تمام. وبروفايد لها اكتر من ايه؟ لها اكتر من معنى. خلاص. طيب نكمل ونقول بسم الله.
Number 3 not means understanding or knowledge about the issue. يعني يا مستر أحمد صلى على الحبيب، بقول لك إنك فهم أو معرفة عن موضوع معين. معنى كده إنك عندك إيه يا مستر؟ عندك awareness، عندك وعي، إنك مدرك الإيه؟ الحاجة دي أو على علم بالشيء ده. زي ما إحنا قلنا إن كان في حاجة اسمها raise awareness، يعني يزيد الإيه؟ يزيد الوعي. Number 4 to not means to honor or value someone's opinion، إنك تقدر وتكرم رأي شخص ما. تمام؟ طب يا ترى يا مستر أحمد أنا هعملها إزاي؟ أقول لك بص يا سيدي معايا وصلى على النبي. أولا ignore يعني يتجاهل، ولا admire يعجب، ولا debate، ولا respect. طبعا إنك تكرم رأي واحد فمعنى إنك بتعمل إيه؟ بتعمل respect، احترام ليه. الإجابة الصح هتبقى إيه؟ هتبقى respect. نبص على الدرايفاتيفز، على المشتقات اللي موجودة عندي ونقول بسم الله الرحمن. question number one. The artist is spaced by many young people. طبعا الجملة هنا بيقول لك إن الفنان تمام is not بواسطة كثير من الناس. هو الفنان هنا يا جماعة جاء في صيغة الباسف مبني للمجهول لوجود كلمة is، يبقى عايز بعدها التصريف الكام؟ التصريف الثالث، معناه إن الفنان يعجب به كثير من الإيه؟ من الشباب الصغيرين. تمام. number two the mural اللي هي اللوحة الجدارية is not because it's full of kindness and هو مليئة بالkindness والإيه؟ والهوب والأمل. يبقى هنا معنى كده ان البتاع ده جديره بالاعجاب. فكلمه جديره بالاعجاب خدناها اول حاجه لتر ايه؟ admirer. طبعا دي جايه بمعنى واحد معجب بشيء. admirable طبعا هي دي الاجابه الصح، اللي هو بمعنى صفه، بمعنى جدير. ها، شيء جدير بالايه يا جماعه؟ بالاعجاب. شيء جدير بالايه؟ بالاعجاب. admire يعني يعجب، وادميريشن ده معنى اصلا ايه يا جماعه؟ الاعجاب بفعل شيء. نبص على الجمله اللي بعدها نمبر 3. بتقول آية is space of the dangers of water pollution. آية تكون على دراية أو على وعي تمام بمخاطر وتلوث المياه. It's here study field، ده أصلا ده مجال الدراسة بتاعتها. فمعنى الكلام ده يا جماعة إن هو ده مجال دراستها، فهي مدركة للأخطاء. فهي is aware ولا unaware يعني على عدم دراية غلط. self aware طبعا إجابة غلط، ولا awareness طبعا ده جاب لك النون دي إجابة غلط. يبقى الإجابة الصح يا جماعة إن هي is aware يعني على دراية بشيء، وطبعا ديت صفة إيجابية بمعنى واحد مدرك لشيء. Number 4 some people are not of the law. بعض الناس يكونوا not بخصوص القانون so they break it، لذلك هم بيخالفوه. فمعنى كده ان الناس ديت يا شباب اصلا على درايه بيه ولا مش على درايه بيه؟ طبعا الاجابه بتاعتي ان هم are unaware يعني على عدم درايه بالايه؟ بالقانون. صح ولا غلط؟ لذلك هم بايه؟ بيبريك ات، بايه؟ بيخالفوه. تمام. طيب نكمل الجمله اللي بعدها. نمبر 5 the teacher's words were كلمات المدرس كانت، فانا هوصف كلمات المدرس ان هي كانت ايه؟ كانت ملهمه. يبقى هجيب الجمله بتاعتها تبقى ايه؟ inspiring يعني كانت ملهمه، وخلت الطلاب wanted to help، كانوا كلهم عايزين ايه؟ عايزين يساعدوا مع بعضهم البعض. نمبر 5 inspiring. number 6 after the teacher's speech بعد حديث المدرس the students felt not الطلاب شعروا بنقط. اولا هنا انا عايز اوصف اجيب الجمله بتاعتي، يا ترى هو الطلاب هنا شعروا بايه؟ بص يا سيدي، inspiring ولا inspired ولا inspiringly ولا inspirational. طبعا هي الثالثه والرابعه اجابه غلط تماما. انا عايز هنا واحده من الاثنين. اول حاجه عندي هنا يا مستر احمد inspiring بمعنى يا شباب ملهمين ولا ملهمين؟ ملهمون. طبعا اقول لك على حاجه، هو فيلت هنا ده هو الطلاب هنا هم اللي وقع عليهم الشيء. اوصف لك حاجه وافكرك بحاجه صغيره كنا بنتكلم فيها مسبقا. كنت بقول لك لما يجي لك الصفه فيها اي دي غير لما يجي لك الصفه فيها ايه يا جماعه؟ الاي ان جي. لو جات لك الصفه فيها اي دي اعرف انك بتتكلم على المسبب له الصفه. المسبب له الايه؟ الصفه. انما لو جات لك الاي ان جي بتيجي مع المسبب للايه يا جماعه؟ للصفه. فلو جات لك مع المسبب هنا بيقول لك الطلاب هم اللي شعروا بالحاجه دي، اذا هي الاجابه الصح هتبقى ايه؟ طلاب inspired. تمام. بعد خطاب المعلم شعروا بالايه؟ شعروا بالالهام. خلاص. طيب نبص على الجمله اللي بعدها question number 7. وليد was not during the discussion. وليد كان not اثناء الايه؟ المناقشه. تمام. he listened carefully هو استمع بعناية وبحرص. يبقى ليد كان ايه يا جماعة؟ كان محترم. يبقى الإجابة الصح هتبقى هنا ايه؟ was respected ولا disrespectful؟ طبعا this هنا إجابة غلط تماما. ولا respectful ولا respectable؟ طبعا respectable دي ما تنفعش لأن معناها أصلا respectful دي معناها respectable بمعنى وقور، أو ممكن نقول إنها ذو مكانة اجتماعية. ذو مكانة يا جماعة اجتماعية، عنده مكانة اجتماعية كويسة. تمام.
طيب بص معايا، وليد كان ريسبكتد ولا ريسبكتفول؟ اتبقى الاثنين. فريسبكتد دي معناها ان هو كان شخص محترم، بس ديت يا جماعه بتيجي من قبل الاخرين، من قبل الايه اللي حواليه، من قبل الناس اللي عايش وسطهم. انما ريسبكتفول الثالثه ديت طبعا محترم، تمام كده، ودي معناها ان هو بيبدي الاحترام وبيظهر الاحترام للاخرين. ده معناهم عشان تبقى فهمتهم. يبقى الاجابه الصح هتبقى ريسبكتفول. نمبر 8، الجمله بتقول the doctor، الدكتور is not in the town because he helps everyone. الدكتور يكون not في المدينه لانه هو بيساعد كل الناس. يبقى معنى كده ان هو زي ما انا شرحت لك فوق محترم من قبل الاخرين. يبقى الاجابه هتبقى ايه؟ respected هي الاجابه الصحيحه. نخش بعد كده على ميني تيست 3. الجمله بتاعتي بتتكلم على الكولوكيشن، تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، صلوا على النبي كده وواحده واحده. after the workshop، بعد الورك عمر decided to، عمر قرر ان هو، تمام، not differently، تمام، and stop wasting time on his phone. يبقى هنا الاجابه الصح بتاعتي طبعا قرر ان هو نقط بشكل مختلف. يبقى هو قرر ان هو يتعامل او يتصرف بشكل مختلف. يبقى يتعامل ويتصرف بشكل مختلف يعني act، بمعنى يتعامل، بمعنى ايه يا جماعه؟ يتعامل بشكل مختلف. نبص على question number 2. she wants not progress، هي أرادت إن هي نقط التقدم في اللغة أو النجاح في اللغة الإنجليزية. so she practice every day، بتمارس كل يوم. يبقى هي أولا هي حاولت إن هي تعمل إيه يا مستر؟ feel progress، ولا keep progress، ولا do progress، ولا make progress؟ طبعا إحنا اتفقنا إن هنا كلمة progress بيجي معاها كلمة make progress، يعني يحرز إيه يا جماعة؟ يحرز تقدم حقيقي. فطبعا هي دي الإجابة الإيه؟ الإجابة الصحيحة. نمبر 3، الجمله بتاعتي بتقول، برضه لو انت متلخبط الكولوكيشن قدامك فوق اهي عشان تحفظ وتيجي. بص كده عندك هنا كلمه ميك بروجرس اهي، تمام. طيب ذا بوستر كان بيج، اللي هو البوستر اللي اتعمل للحمله. والنوت سيتيزن اويرنس، خلي بالك من كلمه اويرنس، يعني ايه؟ الوعي. about saving، عن الحفاظ على الايه؟ على المياه. طبعا هو هنا هيزيد الايه؟ الوعي يا شباب. اخدناها قبل كده كلمه raise awareness يعني يزيد الوعي. وخلي بالك هو اتلخبط ما بينها وبين كلمة رايز. رايز ديت ما بيجيش بعدها مفعول، زي كلمة سان رايز والحاجات دي كلها، ما بيجيش بعدها يا جماعة مفعول. نمبر 4 بيقول the school festival، يعني مهرجان المدرسة، تمام، aims to not unity، طبعا هو بيهدف اللي هو نقط الوحدة. وطبعا بيهدف ان هو ايه يا مستر احمد؟ بروموت ولا رايز ولا دو ولا سين؟ طبعا انا لسه قايل لك ان كلمة رايز ما بيجيش بعدها مفعول، وهي الإجابة الصح ان هو بيزيد ويعزز ويقوي ويطور. فكلمة ايه؟ بروموت هي الإجابة الصحيحة. آخر جملة عندي هنا بتقول this story، هذه القصة not our emotions، المشاعر بتاعتنا، وخلت المشاهدين أو القراء cry or smile، يبتسموا ويبكوا أو يبكوا. فطبعا هي لمست المشاعر يا جماعة، فحاجة محركة للمشاعر والأحاسيس يجي معاها كلمة إيه؟ touch. نخش على الجزء اللي بعد كده الخاص بالسينونيم بالأنتونيم، المرادف والمضاد، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول جملة عندي هنا he really respect، he really يحترم المدرسين. مضاف لكلمة إيه؟ أول اختيار عندي يعني، تمام، ولا بروموت ولا انسولت ولا انر ولا اجنور؟ طبعا لو نفتكر مع بعضنا كده احنا كنا بنحلها ازاي. اولا صلي بينا على النبي. ريسبكت يحترم، انسولت ديت يعني يهين، اجابه غلط. اجنور يتجاهل. بروموت يعني يعزز ويزيد. الاجابه الصح بتاعتي يا شباب هتبقى كلمه استيم، تمام كده، وكلمه ايه؟ انر هما الاجابه الصح. عندي بعد كده كلمة she admires، هي معجبة ب this moral. admire هنا مرادف لإيه؟ طبعا احنا قلنا المرادف أول حاجة كلمة doubt بمعنى يشك، طبعا إجابة غلط، ما يشتبهنا خالص، تمام. طيب appreciate يعني تقدر وتعجب بالشيء، طبعا إجابة صح appreciate. وعندي كلمة looks up to، عندي looks up to معنى ينظر باحترام أو طبعا هم letter ولتر اي encourages أو discourages. إجابة إيه يا جماعة؟ discourage إجابة إيه؟ إجابة خاطئة، تمام. question number 3 بيقول some students admire street art، يعني بعض الطلاب يعجبون بالفن اللي موجود في الشارع. but others don't، ولكن الآخرون لا يحبونه. كلمة admire هنا ممكن تبقى انتونيم المضاد لكلمة ايه؟ تعال لي معايا كده، جاب لك dislike و appreciate و inspire و despise و respect. لو جينا بصينا ان هنا كلمة admire هتقول لي المضاد ايه يا مستر احمد؟ اقول لك يا باشا ببساطة خالص كده، هتجيب لي هنا كلمة dislike، طبعا هنا بمعنى يكره او لا يحب الشيء. وطبعا عندنا كلمة despise بمعنى يحتقر او يزدري الشيء. طبعا هم دول الاجابات اللي يا جماعة الاجابات الصحيحة.
نبص على question number 4. the campaign الحملة increase the awareness. طبعا خدنا كلمة awareness يعني الوعي أو الإدراك، زودت الإيه؟ الوعي أو الإدراك، تمام، بإعادة الإيه؟ التدوير. not complete the antonyms of awareness. بيقول لك كمل بالمضادات بتاع كلمة awareness. طيب أول حاجة كلمة knowledge معرفة، لا ما هي بتساوي كلمة awareness. ignorance الجهل، طبعا عكس المعرفة الجهل. debate اللي هو المناظرة إجابة غلط. respect احترام، و unawareness طبعا إجابة تنفع. هم دول الإجابات الصح عندي. question number 5. the coach promoted the team. الكابتن promoted يعني عزز الفريق. he didn't not them. he didn't هو لم not them. he didn't complete the antonym يعني كمل بالمضاد بتاع كلمة promote. فأنا هنا عايز بدل ما بزود وبشجع وبعزز، أنا عايز المضاد من كلمة يعزز ويشجع. أولا كلمة motivate يعني يحفز، دي مرادف ما تنفعش، يبقى نعمل عليها wrong. عندي letter B admire يعني يعجب بالشيء برضه تنفع. عندي discourage إجابة صح بمعنى يحبط. عندي respect يعني يحترم، إجابة غلط. دي motivate طبعا هنا بمعنى يثبت الهمة، إجابة إيه؟ إجابة صحيحة. تمام، نكمل question number 6. The podcast raised awareness about recycling. البودكاست رفع الوعي بشأن إعادة التدوير. فكلمة awareness مرادف لكلمة إيه؟ طبعا read اللي هو الإيقاع، إجابة خاطئة. policy السياسة، إجابة خاطئة. knowledge المعرفة، إجابة صح. understanding الفهم والإدراك، طبعا إجابة صح. الملكية إجابة خاطئة. يلا نعمل لك بالهايلايت كده زي ما احنا متعودين على الحاجات اللي احنا اخترناها فوق علشان يبقى عندك الايه الحاجة واضحة بالزيادة. تمام، نخش على question number 7. آخر سؤال عندي هنا بيقول لك زينب respect different opinions. زينب بتحترم الآراء الآخرين. الجملة اللي بعدها بتقول لك she doesn't يعني هي لا نقط. هي لا ايه بقى يا مستر احمد؟ لا نقط anyone. اولا اختيار الاولاني inspire و ignore و encourage و admire و disrespect. اولا هو عايز هنا الانتونيم المضاد بتاع كلمة respect. اقول لك سهلة يا سيدي الناس. disrespect هنا يعني ايه؟ يعني respect يعني يحترم، فهات لي المضاد بتاعها. طيب اول كلمة عندي هنا inspire و ignore وانكارج وادماير وديسريسبكت. طبيعي ظاهر قدامك كده ان ريسبكت يبقى الانتونيم مضادها ديسريسبكت، اجابه صح. وطبعا بدل ما انت بتحترم الحد انت بتتجاهل اراءه، فكلمه اجنور برضو تنفع مع كلمه ايه يا ابطال؟ ديسريسبكت. كده يبقى احنا خلصنا السينونيم والانتونيم والمرادف والمضاد. يلا بينا نخش على الجمله اللي بعد كده اللي هي الخاصه اللي هي يا شباب الجزء الخاص بالاكسبريشنز والايديومز، المصطلحات اللي عندي. اول سؤال هنا بيقول آه you may تمام get a different result depending on. انت ممكن تحصل على اجابه مختلفه depending on يعني معتمد على how hard you work. how hard you work يعني على اي مدى انت اشتغلت. هنا هات لي كلمه depending on هنا معناها ايه يا مستر احمد؟ اقول لك بص يا سيدي الناس، depending on هنا بتيجي بمعنى ايه؟ بمعنى يعتمد على، صح؟ طيب بتساوي كلمه ايه؟ حد فاكر المعنى المرادف بتاع كلمة depend on؟ depend on كنا بنقول إن هي بتيجي بمعنى rely on. هكتبها لك بالزيادة اهوت عندنا rely on. وبتساوي كمان كلمة count on يعني يعتمد إيه؟ يعتمد على. الثلاث دول بيساوي نفس المعنى. طيب depending هنا معناها suddenly according to ولا before ولا instead of. طبعا لو أنت جيت بصيت لي وفهمت معنى الجملة إنك بتحصل على الدرجات المختلفة بتتفاوت طبقا ليه. وطبقا ليه يعني إيه يا أبطال؟ يعني according إيه؟ according to. الجملة اللي بعدها أحمد helped his friend. أحمد ساعد صديقه في الواجبات بتاعته. تمام in return على الجانب المناقض his friend helped him later. زميله ساعده. تمام. طيب هنا كلمة in return معناها إيه؟ معناها in exchange يعني بالتبادل. طبعا إجابة صح. by mistake بالخطأ ولا at the start في البداية ولا بالمجاني for free. طبعا الإجابة الصح هتبقى إيه يا مستر؟ هتبقى in exchange. نبص على الجملة اللي بعدها. رودينا تشوز. الجملة هنا في زمن ايه يا جماعة؟ في الزمن الماضي. رودينا اختارت إن هي تريد the book rather than watch the film. هي رودينا فضلت إن هي إيه؟ read the book إن هي تحل الإيه؟ تقرأ الكتاب بدلا من مشاهدة الإيه؟ إنها تشاهد الفيلم. rather than هنا معناها because of ولا at the same time as في نفس الوقت ولا after ولا instead of. طبعا الإجابة الصح يا شباب هتبقى instead of بمعنى إن هي بدلا من فعل شيء هي فضلت تعمل شيء آخر. يبقى الإجابة الصح بتاعتي instead of. number 4. a trend travels beyond borders. تمام. طيب هي عبارة بتاع beyond borders دي travel beyond borders هنا معناها إيه؟
بص يا سيدي، stay only in one town. تمام، هي طبعا بين بوردر زي ما معناها بتشير الى يا جماعه، بص كده عشان الخط من الاول، بتشير الى الانتشار. ايه يا جماعه؟ الانتشار الايه؟ العالمي. خلاص، حاجه منتشره بشكل كبير، تمام، من بلد الى اخر يعني. stay only in one town، لا طبعا. stop quickly، بتوقف سريعا، اجابه غلط. spread to other countries، اجابه صح. انتشر الى دول اخرى. move inside one school only، اجابه ايه؟ خاطئه. نبص على question number 5، بيقول after the debate، بعد الجدال، آية decided to move not and stop arguing. آية قررت إنها stop، إنها to move not move off move on move to move with. طبعا الإجابة الصح يا شباب إن هي move on، بمعنى إنك عايز أعمل move on يعني يتقدم للأمام، تمام، وأترك موضوع معين أنشغل بيه وأكبر دماغي منه. خلاص، اترك اللي وراك وفكر في اللي جاي. number 6، السؤال بيقول in his talk، في الحديث بتاعه، أيمن referred not the song river of life. طبعا referred هنا يعني ايه يا جماعه؟ يعني يشير الى، تمام، فهي اسمها refer to، بمعنى يشير الى. خلاص، الحديث بتاعه هو اشار الى. محمد looks up not his grandfather because he is wise. محمد looks up not، طبعا هي في مصطلح خدناه قبل كده اسمها looks up to، بمعنى يحترم جده because he is wise look up to. يبقى هنا عندي look up to بمعنى يا ابطال يحترم حد. الجمله اللي بعدها the paragraph should end، يعني الباراجراف بتاعي هنا should يجب أن ينتهي not a strong. طبعا صلى بينا على النبي كده وافهم الجملة بتاعتي. ينتهي ب a strong concluding إيه؟ concluding sentence، يعني جملة إيه؟ جملة ختام قوية. طبعا الجملة بتاعتي هنا end to end on end of end with. طبعا ينتهي بيه عارفينها هي end إيه؟ end with. الجملة اللي بعدها بتقول the result، النتيجة depends not how hard. طبعا من غير ما أكمل، هي depend يعتمد على، بتيجي زي ما أنا شرحت لك فوق depend on و rely on. rely هكتبها لك تاني أهو، rely on، صح لك نكتبها لك بخط أوضح، تمام، و count on، أدي rely، وأدي هنا إيه يا جماعة؟ count. تمام، التلاتة معاهم حرف جر on. نمبر 10 والأخيرة this photo reminds كريم، هذه الصورة بتذكر كريم بأول يوم في الدراسة. يبقى remind بيجي مع حرف جر remind إيه؟ remind of، يعني يذكر شخص بيه. تمام؟ طيب، بكده يا شباب نكون احنا خلصنا آخر جزء عندي، تمام، في الكلمات الخاصة بالوحدة التاسعة، البارت الثاني. وأتمنى من الله نكون قدرنا نوفيكم حقكم ونديكم على قدر المستطاع كل المطلوب مننا في البارت. ولو أنت محتاج أي حاجة وفيها حاجة مش فاهمها أو مش عارف تتعامل معاها إزاي، ابعت لنا على رسالة الصفحة أو الواتساب، هتلاقينا موجودين معاك باستمرار. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.